في سنة 2003 وانت ماشي في الشارع، لو شفت العربية دي معدية قدامك غالبا اول حاجة هتعملها انك هتبص عليها تاني، مش عشان هي مرسيدس وخلاص، لكن لانك هتلاقي نفسك بتحاول تفهم، لان المعروفة ان دي مرسيدس بنز اس ال ار ماكلارين. طب استنى، ايه اللي جاب اصلا ماكلارين ومرسيدس في جملة واحدة؟ والحقيقة ان الموضوع ده بدأ قبل العربية دي بسنين كتيرة جدا، لان في اواخر التسعينات مرسيدس كانت اصلا عايشة واحدة من الفترات المهمة جدا في تاريخها، ومع ماكلارين تحديدا العلاقة كانت اكبر من مجرد اسمين على ورقة. كان في تعاون كبير في الفورمولا 1، وكان واضح ان الاتنين عندهم علاقة هندسية ورياضية قوية جدا. وفي وسط الاجواء ديت ظهر سؤال مهم جدا: ليه ما نعملش حاجة للشارع؟ مش مرسيدس عادية ومش ماكلارين للشارع بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي، حاجة تجمع الاتنين. ومن هنا ظهرت فكرة الاس ال ار في سنة 1999، وهنا لاول مرة الناس بدأت تشوف الشكل المبدئي للمرسيدس اس ال ار. والديزاين نفسه كان رسالة، لان مرسيدس ما كانتش بتبص لقدام، كانت بتبص لورا. الاس ال ار كانت مستوحاة بشكل واضح من روح الاس ال ار 300 القديمة، واحدة من اهم عربيات السباق في تاريخ مرسيدس. وهنا كان اختيار ذكي جدا، لان بدل ما يعملوا عربية شكلها مستقبلي وخلاص، قالوا طب ما ناخد حاجة من تاريخنا ونشوف لو رجعناها للحياة في عصر جديد هتبقى عاملة ازاي. وفعلا الديزاين كان غريب، عربية طويلة جدا من قدام واطية، والكابينة بتاعتها راجعة لورا زيادة عن اللزوم، والتفاصيل كلها بتقول انك واقف قدام عربية سباق، بس في نفس الوقت لسه فيها فخامة مرسيدس. والناس لما شافت الكونسبت بتاعها كان واضح ان الموضوع عاجبهم. مرسيدس وماكلارين مع بعض قالوا خلاص نعملها بجد. وهنا بقى الموضوع خرج من المعرض ودخل في مرحلة اصعب بكتير، لان ساعتها العربية دي اصلا كانت عبارة عن كونسبت، وان ديزاين العربية الكونسبت حاجة، وانك تحولها لعربية انتاجية وتبيعها للناس حاجة تانية خالص. لازم تتعامل مع قوانين، ولازم تتعامل مع السلامة بتاعت العربية، وفي نفس الوقت كان لازم الحاجة اللي هتتصنع في الاخر تفضل محافظة عن الروح اللي خلت الاس ال ار مميزة من البداية. وعشان كده لما نسخة البرودكشن ظهرت ولاول مرة في 2003 كان واضح انهم حاولوا يحافظوا على اكبر قدر ممكن من شخصية الكونسبت، نفس شكل العربية من قدام الكبير، ونفس فكرة الابواب، ونفس الشكل اللي يخليك تحس ان العربية جاية من مكان تاني. بس دلوقتي وفي 2003 دي ما بقتش كونسبت، دي بقت عربية حقيقية تقدر تشتريها وتقدر تطلع بيها الشارع. وهنا بدأت الناس تكتشف ان مرسيدس وماكلارين ما عملوش مجرد عربية شكلها غريب، لان اول ما تبص على الاس ال ار من قريب هتبدأ تلاحظ تقريبا ان كل تفصيلة فيها بتقولك ان الموضوع واخد شكل هندسي تقيل. على سبيل المثال الابواب بتاعت العربية، انت ممكن تقول انها معمولة كده علشان يبقى شكلها مميز، وده جزء من الموضوع فعلا، لكن الديزاين نفسه مرتبط بفكرة ان العربية تستخدم ابواب تفتح لفوق، او زي ما احنا بنسميها الباتر فلاي دورز، وفي نفس الوقت تحافظ على شكل الكابينة او الانتيرير بتاع العربية بالشكل اللي هم عايزينه. وبعدين تبص من الجنب تلاقي فتحات الاكزوست موجودة، وده مش مجرد استعراض، كانوا عايزين يخلوا نظام الاكزوست نفسه جزء من الديزاين بتاع العربية. وبعدين تبص على شكل العربية من تحت تكتشف انهم كانوا مهتمين جدا بالهواء اللي بيمشي من تحت، او ممكن نقول انهم اهتموا بشكل كبير جدا بالايروداينامكس، لان لما تعمل عربية قادرة توصل لسرعات عالية جدا لازم تكون عامل حساب للايروداينامكس والداون فورس بتاع العربية. وهنا تظهر واحدة من الحاجات اللي خلت الاس ال ار مختلف، العربية دي مش بس بتشق طريقها وسط الهواء، هي كمان بتحاول تستخدم الهواء لصالحها. والكلام ده هيوصلنا لحاجة مهمة جدا، لان مرسيدس وماكلارين لما بدأوا يفكروا في الاس ال ار كان لازم يقرروا حاجة من الاثنين: هل احنا عايزين عربية شكلها سوبر كار، ولا عايزين عربية تتصرف فعلا كسوبر كار؟ والاجابة كانت الاثنين، وده اللي خلى المشروع معقد، لانك لو عايز تعمل عربية سريعة وخلاص فالموضوع بقى اسهل، لكن لو عايز تعمل عربية تقدر تمشي بيها مسافات طويلة وتبقى مريحة، وفي نفس الوقت لما تدوس عليها هتلاقيها قادرة تتعامل مع السرعات والبرفورمانس، هنا لازم تبدأ تفكر في كل تفصيلة. وعشان كده ومن اول لحظة الاس ال ار كانت واخدة اتجاه مختلف، هي مش عربية سباق اتحط عليها نمر، ومش عربية جي تي اتحط فيها انجن قوي، هي كانت محاولة انك تاخد الاثنين وتحطهم في نفس العربية. لكن الكلام ده كله كان محتاج حاجة واحدة بس عشان ينجح، وهو القلب النابض بتاع العربية، لانك ممكن تعمل اجمل ديزاين في الدنيا، وممكن تحط فيه كربون فايبر وتحافظ على الايروداينامكس وتعمل باتر فلاي دورز، لكن في الاخر لو الانجن عادي فكل ده ملوش اي معنى. وعشان كده مرسيدس راحت لاي ام جي وقالت لهم احنا محتاجين انجن يليق بالعربية دي. وهنا بدأ الجزء اللي فعلا بيخلينا نفهم ليه الاس ال ار كانت مختلفة عن اي مرسيدس تانية، لان اللي اتحط قدام السواق ما كانش مجرد في 8 عادي، اي ام جي عملت لك انجن في 8 5.4 لتر سوبر تشارج، والموزة دي في 626 هورس باور بيزقوها و780 نيوتن متر. يعني ببساطة الشكل الهادي ده كان مخبي وراه كمية باور مش قليلة خالص. والاجمد ان ال 780 نيوتن متر مش مجرد رقم موجود على الورق وخلاص، العزم ده كان موجود معاك من اول 3250 ار بي ام، فالعربية مش محتاجة تستنى لحد ما الانجن يلف للاخر عشان تبدأ تحس بالباور، انت هتدوس والعربية هترد عليك. وده اصلا كان جزء من شخصية الاس ال ار، هي مش معمولة عشان تخليك مستني لحظة معينة علشان الانجن يصحى، هي عايزاك تحس ان الباور موجود تحت رجلك طول الوقت. وطبعا لو عندك انجن بالقوة دي هتحتاج اكتر من مجرد فرامل عادية، خصوصا ان العربية دي كانت بتقرب من ال
334 كيلو متر كتوب سبيد. فمرسيدس عملت حاجه مختلفه في الفرامل نفسها، استخدموا فرامل كربون سيراميك ومعاها سيستم فرامل متطور جدا، والموضوع كله كان معمول عشان العربيه تقدر تقف بنفس الجديه اللي بتوصل بيها للتوب سبيد، لان في سرعه زي دي انك تعرف تفرمل اهم من انك تعرف تجري. لكن هنا في حاجه انا شايفها اهم من كل ارقام الانجن نفسه، وهي ان الاس ال ار ما كانتش مجرد عربيه قويه، هي كانت معموله بطريقه مختلفه، لان ماكلارين دخلت في موضوع الكربون فايبر بشكل كبير جدا، والاس ال ار استخدمت كربون فايبر في كل حته وفي الاجزاء الاساسيه من البادي بتاع العربيه والهيكل نفسه. وهي عملت كده مش عشان كلمه كربون فايبر شكلها حلو، الفكره انك عايز عربيه تكون صلبه وخفيفه في نفس الوقت، لانك لو هتحط انجن بالباور ده وتعمل عربيه قادره على السرعه دي، مش منطقي تعمل بادي تقيل وخلاص وتقول يلا بينا، لازم كل كيلو يكون له حساب. وعشان كده خليه الركاب نفسها اتعملت من الكربون فايبر، وفي نفس الوقت بيساعد في تقليل الوزن، وده احسن لو كنت استخدمت هيكل تقليدي بنفس الحجم. بس الغريب هنا ان رغم كل التركيز على البرفورمانس والكربون فايبر والهندسه، الاس ال ار ما كانتش مجرد عربيه ناشفه وتقول لك انا عربيه سباق غصب عنك. ودي واحده من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيها، لان مرسيدس كانت مصممه من البدايه انها تبقى عربيه جراند توريزمو. يعني ايه يا عم يوسف؟ يعني المفروض تقدر تركبها وتقفل الباب، تشغل تكييفك وتحط حاجتك وتسافر، وفي نفس الوقت لو الطريق فتح قدامك العربيه عندها القدره انها تتحول لحاجه تانية خالص، وده فرق مهم جدا. لكن طبعا لو مرسيدس كانت عايزه تعمل عربيه مريحه وخلاص ما كانتش محتاجه ماكلارين اصلا، لان الجزء اللي يخص ماكلارين هنا مش مجرد ان اسمهم اتحط جنب مرسيدس، كان ليهم دور هندسي حقيقي في المشروع. والاس ال ار نفسها اتجمعت عند ماكلارين في انجلترا، وده لوحده بيقول لك ان التعاون ده كان حقيقي، مش مجرد اسمين اتحطوا جنب بعض وخلاص. لكن كل الباور والهندسه دي كانت محتاجه حاجه تانية خالص، ان العربيه تعرف تتعامل على الارض، لان 626 هورس باور سهل تقولهم و334 كيلو متر في الساعه سهل تكتبهم، لكن لما العربيه تبدا تقرب من السرعات دي الهواء نفسه بيبدا يبقى مشكله. وانت مش عايز العربيه بس تعدي في الهواء، انت عايزها تفضل ممسوكه في الارض. طول الكبوت نفسه والديفيوزرز والاكتيف سبويلر اللي موجود ورا، كل ده بدا ياخد معنى تاني تماما. والاير بريك تحديدا في العربيه دي كان حاجه عظيمه جدا، لانه هو مقفول انت ممكن تفتكره مجرد جزء من ديزاين العربيه، لان اول ما العربيه بتحتاج فرمله قويه السبويلر بيرفع نفسه ويزود الداون فورس على الجزء الخلفي بتاع العربيه، وفي نفس الوقت بيساعد في عمليه ابطاء العربيه نفسها. يعني العربيه عندها اكتيف سبويلر، بس الجناح ده مش موجود عشان الصوره وخلاص، هو موجود عشان لما العربيه تبقى ماشيه بسرعه كبيره جدا الهواء نفسه بيساعد بدل ما يبقى عدوه. وحتى الديفيوزر اللي خارج من الجنب اللي شكله لوحده يخليك تقول ايه الجنان ده، كان ليه سبب هندسي. فكره ان هم يحطوا الديفيوزر في العربيه من الجنبين مش من ورا ساعدهم يحافظوا على تصميم الاندر بادي والديفيوزرز بالشكل اللي هم كانوا عايزينه. مفيش حاجه فيها معموله لمجرد انها تبان حلوه، كل حاجه تقريبا شكلها غريب، لكن لما تعرف السبب بتلاقي ان الغرابه دي مقصوده. ومع كل ده العربيه كانت بتوصل من 0 ل 100 في حوالي 3.8 سكند، وده رقم لوحده يخليك تستوعب ان الاس ال ار ما كانتش مجرد جي تي شكلها جامد، دي كانت فعلا سريعه. لكن انا لسه شايف ان الارقام دي مش اهم حاجه في العربيه، لان لو الموضوع كان مجرد 626 هورس باور و3.8 سكندز و334 كيلو متر في الساعه كان زماننا خلصنا القصه كلها في دقيقتين. الجزء اللي خلى الاس ال ار مهمه فعلا هو اللي حصل بعد ما العربيه نزلت السوق، لان مرسيدس وماكلارين اكتشفوا ان عندهم اساس قوي جدا، وكان ممكن يطلعوا حاجه مختلفه شويه وحاجه مرتبطه باسم قديم جدا في تاريخ مرسيدس، اسم لما تسمعه تعرف ان الموضوع المره دي مش مجرد نسخه اقوى، 722 اديشن. وده هو المكان اللي حكايه الاس ال ار بدات تتغير فيه فعلا، لان مرسيدس وماكلارين كان عندهم عربيه سريعه اصلا، وفي 2006 ظهرت الاس ال ار 722 اديشن. وال 722 هنا مش رقم اختاروه عشوائي، الرقم ده راجع لسباق قديم جدا كان في 1955. يعني فجاه الاس ال ار الجديده بقت بتاخد اسمها من واحده من اهم لحظات مرسيدس في تاريخ السباقات، وكانهم بيقولوا احنا مش بنعمل نسخه اسرع وخلاص، احنا بنرجع نفتكر احنا جايين منين. بس طبعا لو هتكتب 722 على العربيه بالشكل ده ما ينفعش تكون مجرد ستيكر على الرفرف ورا. فماكلارين مسكت العربيه تاني وعدلت فيها اكتر، سسبنشن مختلف وايروداينامكس مختلفه تماما وتعديلات على الشاسيه نفسه، وحتى شكل الانتيريور بقى تحسه سبورت اكتر. والانجن نفس المدرسه V8 سوبر تشارج، لكن القوه زادت ل 650 هورس باور، والنتيجه ان ال 722 كانت بتسابق الزمن من 0 ل 100 في 3.6 سكندز، والتوب سبيد بتاعها وصل ل 337 كم في الساعه. والموضوع كله كان محدود جدا 150 عربيه بس، وده في رايي هو اللي خلى ال 722 مهمه جدا في تاريخ العربيه دي، لانها مش مجرد اس ال ار بس اقوى شويه. دي كانت اللحظه اللي العربيه نفسها بدات تتحول من جراند تور الخارقه لشيء اقرب لفكره السوبر كار. لكن مرسيدس وماكلارين لسه ما خلصوش، لان بعد ال 722 اديشن كان في سؤال اخير، احنا نقدر نوصل بالعربيه دي لفين؟ والاجابه كانت غريبه لدرجه انك لو وصفتها لحد قبل ما يشوفها ممكن يفتكرك بتهزر. وده ليه؟ لانهم شالوا السقف، مش بس السقف، لا هم كمان شالوا الازاز الامامي بتاع العربيه، والموضوع كله بقى انت والهوا بس. وفي 2009 ظهرت الاس ال
ار ستيرلينج موس، والاسم طبعا بيرجع لنفس السواق اللي ارتبط بتاريخ الاس ال ار 300 والسباق اللي اتعمل في الخمسينات. والعربيه كانت اقرب لفكره انها قطعه فنيه متحركه مش بس عربيه رودستر عاديه. والانجن فضل على نفس الفكره V8 سوبر تشارج 650 هورس باور، لكن المره دي البرفورمانس وصل لحوالي 350 كم في الساعه كتوب سبيد، والاكسلريشن بتاعها وصل من 0 ل 100 في 3.5 سكند. والاغرب ان مرسيدس عملت منها 75 عربيه بس، يعني لو شفت واحده منها في الحقيقه انت حرفيا بتبص على العربيه اتعملت باعداد قليله جدا. وفي 2009 تحديدا في ديسمبر انتهى انتاج عائله الاس ال ار، ومن البدايه اصلا كان المشروع متخطط له انه يكون محدود وفي فتره انتاج قليله جدا. ومرسيدس قالت ان اجمالي انتاج عائله الاس ال ار كان حوالي 2000 عربيه بس. وهنا بقى انا شايف ان اجمل حاجه في قصه الاس ال ار ان العربيه دي كانت تجربه مختلفه، اخدوا خبره من اتجاهين ومن عالمين مختلفين تماما وحطوها في بروجكت واحد. مرسيدس جابت الفخامه وجابت الانجن الاي ام جي، وماكلارين حطت الفكر بتاعها في الهندسه الخفيفه وعقليه الموتور سبورت، وبعدين حطوا كل ده في عربيه واحده وسابوها تمشي في الشارع. وعشان كده لما تسال الاس ال ار دي مرسيدس ولا ماكلارين، الحقيقه ان السؤال نفسه مش محتاج اجابه سهله، لان يمكن ده اصلا كان السر بتاعها. هي العربيه دي اصلا مرسيدس وفي نفس الوقت فيها جزء واضح جدا من ماكلارين، لان ماكلارين ما كانتش مجرد بادج محطوط على العربيه وخلاص، هي العربيه اصلا اتجمعت واتقفلت في انجلترا، وده بيخليك تفهم ليه اسمها طويل وبالشكل ده. مرسيدس بنز اس ال ار ماكلارين دي حاجه حصلت مره واحده، ومش كل حاجه حصلت مره واحده بتتكرر.